طب حضرتك نائب في البرلمان، ايه دوره؟ فين الدور؟ اولا البرلمان تخصص تشريع قوانين. تمام. دلوقتي انا بنشئ كل نائب من النواب في دايرته يعمل حاجه اسمها ايه، لو ندوه كل سنه اسمها وعي ايه، وعي ثقافي او وعي الاهالي، تمام. اولياء الامور مش الشباب، ان دي كله ملموم على دي الشباب. خاصه بالاهالي لا، انت وعي الاب، اه وعي الام، قولها ازاي تتعامل مع ابنها، ازاي تتعامل مع حد. مم. لكن دور مجلس النواب دوره تشريع قوانين، مش دوره ان هو يوعي حد. طيب ما حضراتكم برضو ما تشريع القوانين. ما انا ديني قلت لك اهو، اي نائب يروح ينزل في دايرته حتى لو مره في السنه، مع العلم ان مفيش نواب اصلا بتنزل. لا احنا هنقول بينزلوا، وهنقول ان لو هم في لهم نائب مكاتب نزل، خدميه. لو في نزل، لو في نائب نزل مره في السنه مم. عمل ندوه، الدنيا تتظبط. طب ما هو برضه حضرتك يا محمد بيه بتقول ان انتوا كجهه تشريعيه، بتسن قوانين. طب ما انت حضرتك مطلع على الامر وشايف حالات زي الحالات اللي حصلت اتكلمت فيها اكيد زميلتي طبعا، ومش انا وحدي، كل المجلس زينب شايف. سالم ودكتور احمد اتكلموا في حاله زي حاله بسنت مثلا، حاله قطعت قلوبنا كلنا. اكيد حاله احنا شفناها ويعني كانت بالنسبه لنا صدمه كبيره. اكيد. وفي حالات معروفه وحالات غير معروفه. طيب انت دلوقتي كمجلس شعب بتعمل احاطه، طالب احاطه مثلا يا جماعه عاوزين نسوي قوانين للموضوع ده، يا جماعه مثلا احنا عاوزين نشوف الموضوع ده ونطلع نشرع له قوانين في جديده. مشروع قانون اصلا لا هو للموضوع ده بقى ده. اللي احنا عاوزينه يا محمد بيه. ماشي، في مشروع قانون لسه تحت التجهيز للموضوع ده. طيب تمام. تمام، ان هو لسه ما شرعلوش اصلا قانون، بس الضعف مش من الحكومه، الضعف من الاهالي. احنا عارفين ان الحكومه مالهاش دعوه، بدليل احنا شايفين الحالات اللي يعني مثلا الولدين اتمسكوا بتاع حالات بسنت وغيرهم اتمسكوا وحالات ليه؟ كتير. هم اتمسكوا بعدها بيومين، بس اتمسكوا ليه؟ لما راح تقدم بلاغ رسمي، لما راح تقدم محضر. تمام. الناس عايزه تبقى هي قاعده في بيوتها، وانا واحد بيبتزني والحكومه تحل لي مشكلتي. لا ما حدش هينزل عليهم من السماء كده يحلوا له طب مشكلته هو من الحل غير خطوه. ايه يعني؟ الحل ايه؟ ما هي الحكومه اللي هتحل المشكله. لا، اروح انا اتجه للاسم اللي انا تابع ليه، المركز اللي انا تابع ليه، المديريه اللي انا تابع ليها. لان هو لو اخد فلوس مره هيفضل يبتزها هو اكتر لو اداله واكتر جنيه واكتر. مره مش هيسيبه. خلاص مش هيسيبه. لا وبعدين بخلاف الجنيه او بتاع ده اعراضنا برضه، يعني احنا اعراض اولادنا وابناتنا واحنا كلنا ناس يعني برضه ايا كان. بخلاف الفلوس، هو حتى لو خد الدنيا كلها الموضوع ده هو اللي يهمنا في الاول وفي الاخر ان احنا نصون بناتنا ونصون هو هدفه اولادنا. ايه؟ هو هدفه الاستفاده الماديه ايا كان او وهدف غيرها. اللي دافع له ايه؟ انه ستر يسكته. عذره. يسكته. يسكته. بس هو ما بيسكتوش، ده بيمكنه زياده منه وبيمكنه من غيره برضه. ماشي، ما احنا قلنا الناس انها خايفه، ففي ايه؟ في حاجه اسمها انا ممكن اعمل محضر من على موبايلي. طيب ما وفي حاجه برضه يا محمد بيه، طيب ادينا مثال حي مثلا يعني طب حضرتك في البرلمان اهو، ادينا مثال حي بقى لمشروع حضرتك القائم او القادم. المشروع القادم ان شاء الله اه هو عن موضوع الابتزاز وادعاء الثقه. وادعاء الصفه. ادعاء الصفه ده مهم يا جماعه، خلي بالكم. ما هو ادعاء الصفه برضه هو جزء من الابتزاز. ما انا لما بدعي الصفه انا بدي لنفسي حق مش حقي، وبيه بسيطر على عقل حد، ببين لحد وضع انا مش فيه وبرضه ببتزه. صح كده؟ طبعا. طيب ادعاء الصفه زي مثلا ان انا اقول انا رئيس لجنه مثلا تابعه للرئاسه، دي واحده مثلا. وانا اقول مثلا ان انا ضابط، تمام معروف. وان انا اقول مثلا ان انا مستشار، وان انا اقول مثلا ان انا مذيع. وزي مثلا انا موظف حكومي واخد من الناس معلومات انا زي كده. اعرف ناس مثل حي من الموضوع ده. في واحد بيدعي قرابته رئيس الجمهوريه، في واحد بيدعي ان هو رئيس الجمهوريه مشرف عام عنده في لجنه، مع العلم ان برضه الحكومه ماسكه وطبعا احنا ضم القبض عليه. واحنا طبعا شفنا ادعاء احد الاشخاص بدون ذكر اسماء ولا ذكر اي صفات ولا اي شيء، ان هو الدكتور مجدي يعقوب. ودي الدنيا قامت عليها يعني. وبعدين الدكتور مجدي يعقوب قامه وراجل مش مصري بس، ده عالمي يعني. فطبعا ده انتحال شخصيه وادعاء ليه. بس برضه نرجع نقول ان الفيسبوك او اي حاجه دي برضه السيطره عليها مش سهله. يعني كانوا بيقولوا من بعض الدول لما تم عمل اتفاقيات ان اي شتيمه هتنزل الفيسبوك هيحذفها. او اي حاجه وحشه الفيسبوك هيحذفها. انا ممكن اجيب لك مثال حي الان مفيش حاجه محذوفه. لا ما انا هقول لحضرتك حاجه برضه يا محمد بيه. هو اصل الفيسبوك ده تطبيق طبعا زي ما حضرتك عالمي يعني. بس ده ليه شركه. ما هو ليه شركه، والشركه طبعا بتخضع للقوانين الدوليه اللي هي فيها وللاداره العامه برضه للفيسبوك. زي ما انت عارف طبعا 3 مليار على ما اعتقد دكتور حضرتك برضه في الموضوع ده مستخدم. ففي برضه طب ما هو انه هنقول مثلا في شتيمه بتحصل، بص لو منزل لك الفيديو ده مثلا عليه مثلا ده مش دورنا احنا، ده دور الحكومه. هي اللي تعرف تتكلم مع شركه فيسبوك، هي اللي تعرف تعمل حاجه اسمها اجهزه رصد. المفروض يبقى في حظر مباشر، اي اهانه يتحظر الاكونت مباشر يعني. يتقفل على طول. ويا ريت يكون تسجيل اكونت اصلا يكون بالاسم الحقيقي. طيب هو انا بس عايز اقول نقطه مهمه جدا، ان يعني شركه بحجم فيسبوك بيبقى عندها خوارزمات
او الالجوريزمز صعبه او كده، فبتلاقيه دايما بيبقى كرييتيف، يعني بيحط حروف في النص وبيحس يوصل لك معنى الشتيمه من غير ما يكون نفس التكست بتاع الشتيمه نفسه موجود. وهو ده برضه اللي احنا مش عايزين عن الشتيمه، لو الشتيمه احنا طب ما هو عايزين انا بتكلم ندافع على على العرب. العموم. طب ما هو برضه احنا عارفين ان في ناس كتير عندها اكونتات. ومثال حي، كان في واحد مش داعي ذكر اسماء اي حد، تمام، عامل صفحه على الفيسبوك بادج، وكان هو وواحده ماشي معاه، تمام، كانوا بيعملوا فيديوهات مش محترمه، تمام، محدش بلغ عنهم، محدش عمل اي حاجه، قعدوا شغالين شهر لحد ما اترصد مكانهم في اسكندريه وتم القبض عليهم. طب ما هو جهزتنا وشغاله ووزارتنا شغالة. من الوزاره بس مش من الاداره، مش اداره الفيسبوك، يعني الوزاره ده شغل تحترم عليه بصراحه، يعني مرفع لهم القبعه في انجازهم الهائل ده. لكن الفيسبوك مش هيعرف يحظر ده بشكل كلي. لا احنا مش بنقول الفيسبوك يحذف اي واحد مثلا يشتم حد، لا احنا بنقول مثلا لو صور مش محترمه يحذفها. بيحاول يعمل ده ماشي، ما هو بس بيتطور ان هو يعمل ده، بس مش عارف يسيطر عليه بشكل كامل. هي شركه فيسبوك عشان العدد الهائل لو مش عارفه تسيطر على المحتوى بتاعها تدولنا احنا واحنا نسيطر عليه. اقول لك ايه يعني، تدي لمصر ومصر تسيطر عليه. دكتور احمد، هو كان في بس مثال حي اهو ده على ارض الواقع. تم قبل كده واحد مش عايز بس هشكر اسمه، طبعا نزل صورتي وقعد يغلط فيا. انا شفت تمام، انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ رحت عملت محضر زي اي مواطن عادي في مباحث الانترنت، وبعد كده سحبت الشتيمه سكانر وسحبتها ورقيا، وعملت له قضيه في المحكمه الاقتصاديه وخدت حق قانوني. مع ان برضه انا طلعت للناس قلت لهم انا هسيب لكم انتوا حريه الاختيار، لو انا وحش هتقولوا انتوا وحش. تمام. بس هو في حاجه برضه محمد بيه، انت حضرتك بتقول انا طلعت للناس اقول لهم انا وحش او هو نشر على الفيس، وطبعا الفيس ده يعني اعداد مهوله بتشوف، محدش عارف، ما انا بقول لك مش تقدر تسيطر عليه بسهوله. وفي نفس الوقت اللي عارفك قوي هو اللي عايش معاك او مختلط بيك او كان بينك وبينه معامله، عارف مدى اخلاقك وطباعك وجوده معاملتك معاه وحاجات كتير. لكن اللي ما يعرفش بقى، هي دي المشكله، اللي ما يعرفش بيصدق. وانت عارف ده اي شيء فيه حاجه تتكلم عن حد، عن تخص حياته، تخص امور ليه، تطلع اثار في حياته، الناس بتتشد ليها قوي. يعني ادخل كده على اي عنوان مثير، مشكله الناس انها بتصدق اي حاجه في الناس الحزب عندي متكفل ان هو يعمل محضر لاي حد. ما هو ادينا الحاجات دي بقى يا محمد بيه. انا بصفتي نائب رئيس الحزب الاول ورئيس الكتله البرلمانيه، تمام، اي مواطن مصري يتواجد الحزب هيعمل لك المحضر وانت قاعد، وهيقوم معاك محامي مش هتديله جنيه، وهو هيتكفل بكل حاجه. طيب يعني دي بقى بشرى ساره وسعيده لاهلنا واحبابنا في القطر المصري كله. طبعا معانا النائب الاول الاشتراكيين محمد خالد القاضي، وده الراجل يعني ادى الاطروحه دي غيرته على اهله وعلى ناسه وعلى بناتنا واولادنا. بيقول يا جماعه، وهو كنائب في البرلمان، يا جماعه اي حد عنده مشكله، عنده حد يتوجه لي. الراجل فاتح بابه وبيقول احنا معاك لحد ما تاخد حقك، وتكلفه كامله عليهم زي ما قال. يبقى احنا كده ما عندناش يا جماعه حجه ان احنا حد فينا يتخاذل، ما تسيبش حقك، ما تسيبش حق اولادك. وكمان يا محمد بيه، لو كمان مع احترامي لزوجتي، تمام، الحزب كمان هيعمل دورات توعيه للاهالي. دي مهمه جدا. الحزب اصلا عاملها في جنة وعاملها في لوكس، والناس جميع الاحزاب برضه كنا على نفس الوطاء اكيد. لا طبعا خلي بالك طبعا يعني عندك مثلا النائب اشرف رشاد الشريف حزب مستقبل الوطن بيعمل، حماة وطن بيعمل، الشعب الجمهوري بيعمل، تمام احزاب كتيره جدا بيعمل، مش عايز انسى حد. حضور اهلنا بقى للندوات دي، ما برضه الناس بتيجي عند الندوات دي يقول لك انسان مشغول، اصل انا ورايا، اصل لا، روح واقعد وافهم. وبرضه في حاجه برضه عايز اقولها انا للاحزاب الثانيه اللي هم كلهم زمايلي وكلهم اصحابي. طبعا تمام. احنا هدفنا كلنا ما اجيش اعمل مثلا ندوه في ساحه شغل يوم الثلاث يوم الاربع، تمام، يوم الخميس. ودي دي من اساسياتنا، ده احنا تمام. طب انا دلوقتي انا معايا شغلي، لا انا ممكن اعمل الندوه دي يوم الجمعه بعد الصلاه، يوم اجازه والوقت يكون كويس ان هو يخرج واروح اي مكان. انا مع العلم انا اعرف في احزاب ثانيه بتعملش الندوات غير في نص الاسبوع. طب انا هسيب شغلي اللي بياكلني عيش واروح اسمع ندوه؟ ده المواطن البسيط. لا طبعا مش هيرضى، مش هيرضى. لكن يوم جمعه هو فاضي فيه، طبعا هيروح ايه؟ يسمع الندوه، هيروح يقعد ويسمع. واذا هو ما راحش انت روح له جوه البيت. انت واجب عليك، كل حزب ليه جرايد وليه اعلام وليه مقر موجود، وليه مقر في كل مركز عامه، في كل مركز. يعني انا عندي حزب الاحرار الاشتراكيين 360 مقر غير مقرات الحزب الاصليه.
طيب يا محمد بيه، دلوقتي انا لو انا هتكلم وهقول يا جماعه الدور الاساسي لحكومتنا ولدولتنا في مواجهه الابتزاز، وانا دلوقتي انا عاوز اواجه الابتزاز واخلي الدوله كلها قطار يسير ضد الابتزاز. بص، الحكومه زي ما هو في يعني حاجات ايجابيه ليها، في حاجات سلبيه برضه. لا مش هنقول سلبيه، ولكن هنقول ان بعض اهلنا برضه وضح محمد، ما انا هوضح بعض كل حاجه يا جماعه ما بيشجعوش الناس. ما انا هقول لك على حاجه، اصل انا مش هروح لكل واحد في بيته اخبط عليه يا زوفدي. انا هقول لك على حاجه اللي هو ازاي. مثلا انا دلوقتي مخوف المواطن مني ان هو يخش القسم. لا ما حدش بيخاف، الناس كلها دلوقتي بتدخل. انا بتكلم على المواطن البسيط الجاهل يا زوفدي اللي هو مش متعلم. ما هو في حاجه، الراجل ابن مش القريه، الجاهل البسيط البسيط. ما هو يا محمد به اهلنا واحبابنا اللي هم اللي انت بتقول حضرتك هي دي. انا عندي في القريه، عندي في البلد من ولاد عمامي انا بسطاء مش معاهم تعليم، شغلتهم زراعه. ما فيش مشكله في كده. ما هو اصل انت حاليا دلوقتي علشان نغير الفكره دي، ده ارث قديم، ارث قديم للاسف دولتنا متحملاه دلوقتي، واحنا دلوقتي عاوزين عجله التنميه انها تمشي. ما هي وزاره الداخليه برضو ليه بتعمل مثلا بتوزع مساعدات، بتعمل ندوات عشان تقرب المواطن ايه؟ المواطن في الفتره اللي احنا فيها دي قريب، يعني هو قريب منها. احنا ما شفناش الفترات اللي فاتت قريب منها في حاجات كتير جدا، بس في حته قواضي الشرف لا بعيد. لا انت حضرتك عارف ان الموضوع ده للاسف الشديد شائك قوي عندنا. زي ما انا قربت المواطن مني في كل حاجه، واجب عليا كمان كوزاره الداخليه ان انا اقربه في الحاجات دي. اقول له لا تعالى موضوعك في السريه تامه. ما هو في سريه تامه، بس حد هو في سريه تامه، مع انه هو خلي بالك في سريه تامه. هو لو دخل من غير ما يقول سريه تامه، المواطن حاطط في دماغه ايه؟ انا هخش مثلا افضح نفسي جوه. بالظبط. هو بقى احنا برضه يا جماعه دورنا كاعلام، وزمايلنا واساتذتنا الاعلاميين الكبار واحبابنا وكل من ليه في المجال اللي هو يتكلم في الموضوع ده. يا استاذنا الفاضل، يا اللي حصل معاك مشكله من النوع ده، روح بقلب جامد ايا كان الوضع واتكلم، هتلاقي مساعده اللي انت عاوزها. وبعدين محمد بيه شرح الخطوات اللي احنا نمشي بيها، دكتور احمد اتكلم وقال يا جماعه ازاي احمي نفسي. ما تخافش، روح، ودي رسالتنا كلنا، روح. يا استاذ وفدي ما يروحش يجيني، يروح اي حزب سياسي هيخلص له الموضوع كلها جرافيك الحمد لله. يجيني انا مستعد. لا انا مستعد، انا عن نفسي كحزب سياسي مستعد. طب تمام لك انت كحزب مش انت كشخص. انا كشخص، انا كحزب انا مستعد. من شويه بس عايز اعرف حته ان لما اروح اصلح موبايلي او ابيعه، احمي كل بياناتي الشخصيه ازاي، وكل معلوماتي، الصور، اي حاجه ازاي يعني على التليفون؟ طيب تمام. هو فكره ان احنا لما بنصور صور بالتليفون بتاعنا وبتتسيف على الميموري بتاعته او على الذاكره بتاعت التليفون، فهي بتفضل موجوده. وفي بعض البرامج حتى لو اتحذفت في بعض البرامج بتعرف تريتريف او تستعيد الداتا دي مره تانية وترجعها بعد ما بتتمسح، ودي بتبقى مصيبه. فعشان كده احسن حاجه مش حد يتصور على الموبايل. لا تصوروا. لا طبعا انتوا بس الصور لها منهجه يعني. لا صور براحتك واعمل اللي انت عايزه كل حاجه، بس لما تيجي تبيع الموبايل يعني في تركايه لطيفه كده، ان انت مثلا ايه تمسح الصور كلها وتفضي المساحه بتاعت الموبايل خالص وتفرمته مره واثنين وثلاثه، وبعدين تشغل التليفون مثلا على وضعيه الريكورد ان هو بيسجل فيديو مثلا على اسود. انا عملتها دي، مفيش اي حاجه خالص لغايه ما سيبه فتره طويله، سيبه لغايه ما لحد ما يحمل للاخر، وبعدين امسحي الفيديو الاسود ده، وبعدين اعمليه مره كمان اسود وبعدين على نصيحتي بقى تكسروا الموبايلات افضل. المواطن البسيط هو لازم يعمل كده عشان يحمي نفسه. ليه؟ هو اسهل حاجه يكسر موبايله افضل ما يرميه ويحصل هو دلوقتي انا دلوقتي واحد مش بسيط، مش عارف اعمل كلام محمد بيه صح. البنات حتى البنات الصغيره مش عارفه حاجه، ماسكه صفر حنابيل. هو الموضوع مش ان انت يعني مش ان انت مش صعب، مفيش فيه تكنولوجيا صعبه. هو انت بتمسح وترجع تحط مكان اللي اتمسح ده داتا مالهاش لازمه، وتمسحه مره كمان وخلاص. فهي الموضوع التكنولوجيا. المواطن بس عارف لما يروح يعمل موبايل، يروح يبيع موبايله وبيعمل ايه؟ بيديهوله كده بتاع المحل زي ما هو كده. يقوم ياخد البيانات كلها يحطها عنده ويمشي. بس زي ما هو كده. انا بكلمك دلوقتي عن قرى عندي في الصعيد. تمام. يبقى احنا كده بقى مش هنتكلم في مشكله ازاي نحافظ على المحتوى اللي في الموبايل ان هو ما يطلعش لغيرنا، احنا كده هنتكلم في ان احنا ازاي نوعي الناس. لا بس يعني مفيش منفذ مثلا معايا موقف. انا موبايلي مره باظ، فرحت وديته لمحل الصيانه. فبعد ما روحت قلت ايه ده انا نسيت اديله الباسورد بتاع الموبايل، هو هيصلح الموبايل ازاي؟ خلاص انا هروح لبكره. رحت بكره لقيته مصلحه وسايبه تمام. بقول له حضرتك انا جاي اديك الباسورد، قال لي لا ما انا فتحته.
قلت له فتحته ازاي؟ قال لي لا، ما احنا عندنا دلوقتي معلومات نفتح كل حاجه، اي باسورد نفتحه سهل جدا دلوقتي. تمام. فحتى الباسورد ما عادش بيأثر في حته ان ممكن اي حد يدخل ياخد بياناتك او حاجه، لا الموضوع بقى متاح مهما كان الباسورد صعب. انا لاحظت كده. بتختلف كمان على حسب نوع الموبايل نفسه، يعني مثلا الموبايلات اللي بتشتغل بسيستم الاي او اس غير الموبايلات اللي بتشتغل بسيستم الاندرويد. ده ليه طريقه وده ليه طريقه. والاي او اس معروف ان السكيورتي بتاعته تبقى احلى بكتير، وبيحاول ان هو يمسك نفسه اكتر بكتير من الموبايلات الاندرويد. فنيين برضه عندهم انا استغربت جدا، قلت له ازاي زي مفتاح الفندق اللي بيفتح كل المفاتيح، بيبقى فيه حاجات شبه يعني كده. مفيش اي حل للمواطن البسيط اللي ما يعرفش يعمل التقنيات دي او الخطوات دي، يروح مثلا يعني ما يعرفش يعمل سوفت وير مثلا للموبايل، يخلي اي حد يعمل له محل. لو انت بتثق في صاحب المحل ده خليه يعمل لك، او بنتك او ابنك او اي حد كده يعني. بقى. هو ده كده بترجع للثقه. طب لو هو واحد شكاك ما بيثقش في حد، خلاص ما يبيعش خلاص يكسر موبايله وخلاص. لا اكيد في حل يا اخوانا، هو في حلول. ما هو الحل اللي انا قلته برضه هو برضه من ضمن انا زي ما انا شفت حل الموضوع الابتزاز في القواضي،